آمنة درويش. مثل ما عم نشوف مناطق روجافا احتلال التركي كيف عم يصير هجماته على منطقة روجافا. مثل ما نعرف أول شيء كان عم يحاول يستهدف مناطق القرى. أول شيء أول ما بدأ بالقرى، كان يضرب أطفال، نساء، منازل المدنية هجروا بيوتهم، كان يضرب بيوتهم، يعني كان يعمل مجزرات كتير كبيرة، كان عم يحاول يزرع الفتن بين الشعوب كتير، بين مدنية كأطفال كنساء كرجال، كان عم يحاول يزرع الخوف كتير بيناتهم. ومثل ما نعرف يعني بآخر فترة شو صار عنا مناطق روجافا، مثل صار يستمر بهجماته أكثر، صار يعني مثل فات بين المدن. مثل ما عم نشوف ضرب ديريك أكاديمية مكافحة المخدرات، كانوا عم يتلقوا تدريبات، يعني كانوا عدد كبير، كانوا عم يتلقوا تدريبات من أجل حماية الوطن، وطن روجافا، كانوا عم يحاولوا يلتقوا تدريبات مشان توعية شعبنا، مشان أمانهم، مشان استقرارهم، مشان حماية شعب روجافا كامل. ومثل ما عم نشوف ضرب محطة الكهرباء، المي، الغاز، يعني هدول 3 شغلات أساسيات للشعب كامل، يعني شعبنا هدول 3 شغلات أساسيات، يكون في غاز، كهرباء، ومي. بس هذا كان عم يساوي أردوغان، سوى هذا أكبر حرب، هذا أكبر حرب من عدا الشيء الثاني اللي عم يساوي لنا إياه كله، من عدا الشيء المناطق اللي عم يستهدفها، من عدا السيارات اللي عم يستهدفهم، سيارات عسكرية كمدنية، هو ما عم يفرق، هو عم يضرب ضرب وحش، يعني عم يأثر على شعبنا كثير. مثل ما عم نشوف ضرب المعمل منطقة الحسكة، المعمل كانوا فيه أكثر من 3000 شخص كلها مدنية، هدول شو ذنبهم؟ هدول كانوا عم يشتغلوا بتعبهم مشان يقدروا يعيشوا حالهم ويعيشوا أولادهم ويعيشوا بيتهم، هدول كمان شو ذنبهم؟ راح كثير منهم، شهداء كثير استشهد منهم، شو ذنب هدول يعني الشعب شو ذنبه؟ يعني هو عم يطلع بتعبه بشغله، يعني ما عم يحس على حاله غير أردوغان عم يضرب علينا قذائف طيران، يعني ما بعرف، يعني شغلات كتير وحشة عم يهاجمنا فيها. مثل ما نعرف يعني كمان ما عم يحدد كمثلا حسكي، ديريك، قامشلو، لا، هو عم يضرب شهباء، عم يضرب كوباني، عم يضرب منبج ضمن قراهم طبعا، مو بس كمدن، يعني عم يضرب ضرب عشوائي ووحش. يعني أردوغان هجوم عنف قوي، بس نحن يعني راح نضل على هذا الشيء، راح نضل قويين وراح نكون مواجهين على كل هذا الضرب اللي عم يصير. مثل ما عم نشوف المخيم هن مثل ما نعرف نحن كلياتنا انه المخيم نازحين راس العين، اهالي راس العين ضربوهم، ضربوا بيوتهم، هجرون بيوتهم، راحوا اطفالهم كثير، نساء راح كثير. كان يعني ضربة راس العين كانت ضربة كثير كبيرة، كانت ضربة كثير قاسية، كان ضربة كثير مؤثرة على شعب راس العين. يعني كان نساء راحوا كثير، كأطفال، كمدنية، كعسكرية، كمؤسسات، كبيوت، يعني كان كثير هجمة قوية. مو بس راس العين، تل أبيض كمان ضربوها، هجروا أهاليها، ضربوا بيوتهم، هدموهم. وفوق هيك كمان يعني مخيم واشو كان ضمن الحسكة، بريف الحسكة، ضربوا احتلال التركي، ضربهم. ليش؟ شو السبب؟ يعني ايش هدف أردوغان حتى يضربهم؟ يعني مثل ما عم نعرف المخيم تقديمات مادية ما في، كمعنوية كمان ما في، كمواد غذائية ما في، مي، كهرباء. يعني الشعب من الأول مهجر، الشعب من الأول تعبان، الشعب من الأول يعني يا دوب يقدر يعيش حاله. ومثل ما نعرف الشعب فقير، يعني بس قدروا يطلعوا من راس العين بتيابهم بالزور خلصوا حالهم. يعني مثل ما عم نشوف كان ضربة المخيم كثير كبيرة كمان وقاسية، كانت كثير ضربة قاسية وكانت كثير مؤثرة. والعنف عم يحاول يزرع العنف، عم يحاول يزرع قلة الأمان بين الشعب المخيم. يعني الشعب ما ضل عنده أمان، صار عندهم خوف، أطفال كنساء كرجال، زرع الخوف كثير بشعبه. هدف أردوغان شو من هذا الشيء؟ هدف أردوغان عم يحاول يمحي الهوية الكردية، عم يحاول ما يعني يثبت انه في هوية كردية. بس نحن هون مو بس شعب كردي بروجافا، نحن كشعب عرب وصيران وأرمل وكرد، نحن كلياتنا شعب واحد، وراح نضل واقفين وماسكين ايد وحدة، وراح نكون واقفين بهجمات أردوغان كطيران، كمدافع، كأي شيء. نحن راح نكون ايد وحده وراح نكون بوجه أردوغان، ونحن راح نقول لك راح نمشي على عهد شهدائنا وعلى سلسفة القائد، وراح نكون ايد وحده، وما راح تقدر تأثر علينا لا بطيرانك ولا بدباباتك ولا مدفعياتك ولا شيء. نحن كلياتنا الشعب شعب واحد،
وإيد وحدة، وراح نحمي مناطقنا ومناطق روج آفا كامل.